مشاهدونا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضائية الإريترية نهنئكم بالذكرى 22 للاستقلال المجيد، ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نبدأها بأهم وأبرز العناوين. تواصل ورود برقيات التهاني بمناسبة عيد الاستقلال. احتفالات شعبية بعيد الاستقلال في الإقليم الأوسط. كرنفال الأوسط يجد إعجاب المشاهدين. الإقليم الجنوبي يحتفل بعيد الاستقلال. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. بعث رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي ورئيس جمهورية البرتغال أنيبال كافاكو سيلفا ورئيس جمهورية الهند براناب موخيرجين ببرقيات تهنئة بمناسبة الذكرى 22 للاستقلال. وأعرب الرؤساء عن تمنياتهم بالسلام والاستقرار للشعب الإريتري وموفور الصحة للرئيس سياس أفورقي. وأضاف رئيس جمهورية الهند عن ثقته في تطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين. نظم سكان 3 مديريات و13 ضاحية بالإقليم الأوسط حفلات قضاء شعبية بمناسبة عيد الاستقلال في 23 من مايو. وأوضح المشاركون في الحفلات الشعبية بأن احتفاء الشعب الإريتري بذكرى الاستقلال بحفاوة كبيرة هو تعبير عن استعداده لحماية الاستقلال وتجديد العهد لتنمية وتطوير البلاد تنفيذا لأمانة الشهداء. وقال الشيخ محمد سلطان والقس محاري جبر ميكائيل أن احتفال الشعب الإريتري بعيد الاستقلال في الوقت الذي يقوم فيه بجهد حثيث ومشترك لإعمار بلده التي دمرها المستعمر يعكس قوة تصديه، موضحين بأن الاحتفال بعيد الاستقلال يؤكد مضامين توريث التاريخ والصمود. وأشار شابان يوهانس موليغيتا وإيدن زرئي إلى تجديد العهد للعمل كجسر بين الأجيال، مؤكدين بأن الاحتفال بال24 من مايو هذا العام يعتبر استثنائيا لتزامنه مع يوم الجمعة التي شهدت التحرير وكذا تباشير الخريف المقبل. وأوضحا بأن الشعب الإريتري الذي حقق الاستقلال بفضل صموده سيفشل العدائيات ويصل إلى المبتقى. هذا وقد قدمت في الحفلات الشعبية مختلف الجوائز المعدة للفائزين في المنافسات الرياضية التي نظمت بمناسبة عيد الاستقلال. أعرب مشاهدو كرنفال الإقليم الأوسط عن إعجابهم بمحتوى عروض الكرنفال الذي نظم مساء يومي 21 و22 من مايو. وقد انطلق الكرنفال الذي نظم يوم 22 من مايو من دوار الشدة بحضور حاكم الإقليم الأوسط السيد كحساي جبر هويت والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة وآلاف المواطنين وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر عبر شارعي الشهداء والحرية. وعكس الكرنفال الذي شاركت فيه 20 مؤسسة و7 إدارات ضواحي مسيرة التنمية في سنوات الاستقلال وقيم المجتمع وروح التصدي وكذا منتجات المؤسسات. وأعرب المشاهدون عن ارتياحهم وسعادتهم ببرامج وأنشطة احتفالات عيد الاستقلال، مؤكدين بأن الشعب الإريتري يتمتع بقوة ووحدة متينة تمكنه من التصدي للعدائيات وإنجاح برامج التنمية. وأوضحوا بأن يوم الاستقلال مناسبة لتجديد العهد، مشيرين إلى أن احتفال هذا العام يعتبر استثنائيا لكونه يتم في الوقت الذي تصدى فيه الشعب الإريتري للعدائيات وينتقل إلى مرحلة تنموية جديدة. هذا وقد شاركت في الكرنفال الذي نظم ليومين 13 ضاحية و41 مؤسسة إنتاجية من الإقليم الأوسط. احتفل الإقليم الجنوبي في 22 من مايو بمدينة مندفرة بالذكرى 22 للاستقلال. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جبر كريستوس في الاحتفال الذي جرى باستاد مندفرة بمشاركة الوزراء وكبار قادة الجيش والدبلوماسيين وعدد كبير من السكان، أوضح أن الاعتماد على الذات هو أساس استقلالنا وتقدمنا الاقتصادي، مؤكدا بأن الأنشطة التنموية التي تقوم بها الحكومة
منذ غداة الاستقلال مهدت الأساس المتين للحصول على نتائج أفضل. وقال رئيس لجنة الاحتفالات في الإقليم الجنوبي السيد رزانيف السها من جانبه أن السكان قاموا بالاستعدادات اللازمة للاحتفال بهذه المناسبة على مستوى الإقليم والضواحي والقرى. هذا وقد تخللت الاحتفالات تقديم مختلف العروض والأنشطة الثقافية والفنية. احتفل الإريتريون المقيمون في لوس أنجلوس الأمريكية بالذكرى 22 للاستقلال المجيد. وحضر الاحتفال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح، وقدم شرحا عن الأوضاع في البلاد والمنطقة والعالم، وكذلك مرحلة الاستثمار الاقتصادي التي دخلتها إريتريا والفرص الاستثمارية المتاحة. وقد شهد الاحتفال العديد من البرامج الثقافية والتراثية والفنية. أوضح المدير العام لقسم البنى التحتية في إقليم عنسبة السيد قبرو هايلي صرف أكثر من مليار و600 مليون نقفة في مجال البنى التحتية بإقليم عنسبة في سنوات الاستقلال الماضية. وقال أن 30% من هذه المبالغ صرفت في بناء 136 مؤسسة تعليمية، و14% لبناء 30 مؤسسة صحية، و18% لإرساء مشاريع مياه الشرب، و14% لصيانة وبناء الطرق، و24% لبناء مكاتب إدارة الإقليم والمديريات. وأوضح تقرير القسم عن تشييد طريق كرن قلب الذي يتخلله أكثر من 100 جسر بمختلف الأحجام، وصيانة طريق كرن حلحلة، وبناء طريق عنسبة لمجلي وكركبة زرا، وتعبيد 17 كيلومتر من شوارع مدينة كرن، وإدخال مشاريع المياه في 264 قرية، إضافة إلى بناء 15 سوقا للماشية و6 أسواق للخضر والفاكهة، وصيانة العديد من المباني والمؤسسات. وأشار المدير العام لقسم البنى التحتية في إقليم عنسبة السيد قبرو هايلي إلى أن العمل جار لإكمال مشروع مياه هوش وإطلاق مشاريع مياه شقالي ومارات وقوش، كما تم صيانة طرق بركنتية هبرو وحلحل وأسماط ودبرسينا عيلة برعد، وطريق كرن حشلة بقو الدائري، وإكمال بناء مستشفى قلب الأهلي ومستشفى الولادة في مدينة كرن. أكد الإريتريون المقيمون في مدينة روتردام الهولندية وضواحيها في اجتماع التصدي الذي عقدوه أكدوا جاهزيتهم لإنجاح برامج التنمية والتصدي للعدائيات. وقدم مسؤول الشؤون القنصلية في هولندا السيد سلمون محاري شرحا في الاجتماع حول دور المواطنين في التصدي للعدائيات. من جانبه دعا القائم بأعمال السفارة الإريترية في بلجيكا السيد نجاسي كاسا المواطنون في المهجر للاستفادة المثلى من فرص الاستثمار المتاحة في البلاد. وشهد الاجتماع محاضرات قدمها عدد من المثقفين حول فرص الاستثمار في إريتريا والحرب النفسية وتأثيراتها. وأعرب المجتمعون عن إعجابهم ببرامج التنمية الجارية في البلاد، مؤكدين استعدادهم الدائم لتنفيذ واجباتهم الوطنية. أكد شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة فرع ألمانيا في الاجتماع التقييم الذي عقدوه أكدوا على استعدادهم لتمتين تأطيرهم والمساهمة في إنجاح برامج التنمية الوطنية. وأوضح الشباب في الاجتماع الذي عقدوه لتقييم منتدى الجبهة الشعبية التاسع ووضع خطة العمل أوضحوا استعدادهم للعمل من أجل تنسيق قدراتهم ومواصلة الأنشطة التي بدأوها للدفع بأنشطة التصدي وتقوية التجمعات الوطنية في ألمانيا. هذا وقد ألقيت في الاجتماع كلمات تضامنية من الجاليات والمنظمات الإريترية. كما صادق الاجتماع على برامج عمل عام 2013-2014 وكذا خطة التنفيذ بموجب قرارات المنتدى التاسع لشباب الجبهة الشعبية. وتقرر في ذات السياق عقد اجتماع على مستوى ألمانيا في النصف الثاني من هذه السنة. تسلمت هيئة البريد الإريترية طابع بريدي أصدر بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الإريترية الصينية.
وقد سلم المستشار السياسي للسفارة الصينية في إريتريا السيد ليو يامنيغ الطابع الذي تم طبعه في الصين إلى المسؤول المالي لهيئة البريد الإريتريا السيد كاساتيه هابتماريام في المراسم التي جرت بالسفارة الصينية يوم 22 من مايو الجاري. ويجسد الطابع البريد الذي سيدخل الخدمة من 27 من مايو الجاري أوجه التشابه في التاريخ الإريتري والصيني، وتوضح التاريخ الثوري للبلدين وجهود التنمية. مشاهدونا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، وكل عام وأنتم بخير.